قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان تشوف كل جديد وتجيب قهوة عشان اللي جاي هيخلي دماغك تسيح وده بخلاف انك هتصدم في اخر الفيديو. بتبدأ القصة بباتريشا اللي كانت بتمشي وهي بتفكر في ابنها الصغير، واللي بنعرف ان قلبها كان مكسور بسبب خسارة ابنها، وده لان هي دايما كانت بتفكر في اليوم اللي خسرته فيه. وبنرجع لليوم ده لما كانت راجعة من حفلة لمغنية هي وجوزها لورين، ومعاهم بنتهم الصغيرة وابنهم الصغير واللي بيكونوا قاعدين ورا. وبنعرف ان باتريشا كانت سكرانة، ولثانية واحدة بس باتريشا بتغمض عينيها، وهنا بتحصل الحادثة اللي دمرت حياتها. وبنشوف العربية وهي والعة، وبتقدر تخرج هي وبنتها وجوزها، بس ابنهم كان لسه محبوس جوه. وبنعرف ان ابنها مات بطريقة مؤلمة، وبعد كام سنة الفكرة ما كانتش مفارقة دماغها برضه. وبنشوف باتريشا وهي سايقة عربيتها وراجعة للبيت مع بنتها، وفجأة بتفتكر ابنها الصغير اللي توفى، وبتفتكر يوم الحادثة واللي خلاها تنزل من العربية وترجع. بس الغريب ان بخلاف كل ده بنتها كانت بتصورها، وبترجع للعربية وبتاخد الدواء بتاعها وبتكمل سواقة لحد ما بتوصل للبيت بتاعها. بس الغريب هنا لما بنشوف انا بنتها وهي واقفة قدام الشباك وبتسلم بايديها على حد مش شايفينه. وبنروح لبالليل وبنشوف باتريشا وهي بتدور على النت لسبب المشكله والهلاوس اللي كانت عندها، وفجاه بيلفت نظرها صوره غريبه، والصوره دي بتكون واحده نايمه وفي شيطان حاطط رجله فوقيها، واللي خلاها طبعا تخاف. وبتقفل اللابتوب وبنعرف ان هي قامت تعمل فشار. وبنروح لانا وهي في اوضتها وكانت بتعمل ماسك عشان تلعب بيه، بس المرعب ان الماسك ده كان شكله بشع زي ما احنا شايفين. وانا كان باين عليها ان هي ما نامتش بقالها اسبوع. فجاه بتفتكر ذكريات عن الراجل اللي كانت بتسلم عليه. وبنرجع لباتريشا وهي قاعده على الكنبه وبتاكل الفشار اللي عملته، وبتتفرج على فيلم زي اللي انت بتشوفه دلوقتي، وبتحاول تبعت رساله لجوزها وبيبان عليها ان هي متوتره. وبنرجع للرساله اللي قررت ما تبعتهاش بعد ما كتبتها، فبتحط الموبايل جنبها وبتحس ان هي زهقت من الفيلم، فبتروح عشان تنام وبتسيب التلفزيون شغال. وبنرجع لانا وهي بتشغل الكاميرا في موبايلها عشان تصورها وهي نايمه، وبتفتح النوتة بتاعتها وبتبدا تكتب كلام غريب عما كان بتصحى فيه كل يوم حد. وبنفهم ان هي فاكره ان الراجل ده بيجي وبيوديها هناك، بس في الوقت اللي كانت بتقلب في النوتة بتاعتها بتلاقي رسومات لواحد نايم تحت السرير بتاعها، وخافت اكتر لما لقت مكتوب هم سامعينك، فبتقوم وبتقفل النور وبتنام عشان تلاقي تفاحه مقطومه بتتدحرج على الارض لوحدها. وبنرجع لباتريشا اللي كانت بتاخد شاور وكانت بتفكر في جوزها وان هي مرت بحاجات كتير، بس هو دايما كان موجود جنبها. وبترجع تلوم نفسها على وفاة ابنها زي كل يوم، وبتروح تنام وهي طبعا عماله تفكر في ابنها. واول ما بتروح في النوم كانت بتفكر في قد ايه النوم بقى حاجه صعبه وانه بقى حاجه مستحيله بالنسبه لها. وفجاه بتسمع صوت حد بيقول باتريشا، وطبعا الصوت كان جاي من تحت السرير، وافتكرت ان هي بتحلم ورجعت تنام. بس فجاه بتلاقي شخص لابس ماسك بيظهر جنبها وصرخ، ومشكله انه كان نفس الماسك اللي بنتها كانت بترسمه. وطبعا صحيت وهي حاطه ايديها على دماغها، وكانت كل ما تغمض عينيها بتفتكر ابنها اللي توفى في الحادثه، عشان فجاه تسمع حد بينادي عليها تاني. وتاني يوم بنشوف باتريشا وهي بتغسل سنانها، ولما بتدخل الحمام وبتفتح الدور بتلاقي رضع في الحمام، ولما شمتها كان اللبن لسه طازه فيها، فبتحط نقطه على صباعها واللي خلاها ترجع فورا. وبنعرف ان هي قرفت من الفكره مش اكتر، فبتخرج بعدها لانا وبنشوفهم هم قاعدين على السلم، بس انا بتسيبها وبتمشي. وبترجع باتريشا تسالها لو سمعت اي حركه في البيت، والغريب هنا ان انا بتقول لها لا. فبتروح بعدها للكابو بتاع البيت وبتفتح الباب اللي بيكون فيه حاجات ابنها، بس الغريب بتلاقي القناع اللي بنتها كانت بترسمه. وبتدخل بنتها انا اللي قالت لها انت بتعملي ايه هنا، وباتريشا بترجع تسالها عن القناع، فبتقول لها ان هي شافته في كرتون وده اللي خلاها ترسمه. وبنروح بعدها بالليل وبنشوف انا وهي نايمه ومشغله الكاميرا، وبنرجع لباتريشا اللي كانت بتحلم بكوابيس في الوقت اللي انا بتصحى فيه، وبتروح قدام الكاميرا وبتحرك ايديها قدام الكاميرا عشان ترجع تقع على الارض. وباتريشا كانت بتحلم كوابيس ما كانتش قادره تحرك جسمها فيها، وشايفه الشخص اللي كان لابس قناع واقف قدامها. وانا بتقوم من النوم وبتصرخ، وباتريشا طبعا قامت وطلعت تجري عليها، بس بتلاقيها نايمه ولاحظت ان الشباك مفتوح، فبتروح عشان تقفله، بس بتلاقي حد بيخبط على كتفها وبتتخض وبتبص عشان تلاقيها انا، فبترجع تسالها لو فتحت الشباك، بس انا قالت لها لا. بتروح انا تحت عشان تشرب ميه، ولما كانت بترجع ازازه الميه بتشوف نفس الشخص اللي كان لابس قناع بينادي على اسمها. وبنروح لتاني يوم وبنشوف انا وهي رايحه المدرسه، وباتريشا بتروح عشان تفتش موبايلها وبتلاقي كل الحاجات اللي كانت بتسجلها، واللي كانت انا ظاهره فيهم وهي بتقول ان هي عايزه تاخد حياه باتريشا. ومش هنا المشكله الاكبر لما بتشوف فيديو لانا وهي قاعده على سريرها ولابسه نفس الماسك وبتتكلم مع واحد ما كانش موجود في الاوضه، والمرعب ان هي كانت سامعه صوته في الفيديو. وبنعرف ان قال لها ان هي لازم تنهي حياه باتريشا. وبتظهر انا، وباتريشا طبعا اتعصبت على انا وبترجع تتخانق معاها وتسالها مين ده، وانا بتتعصب وبتقول لها ان ده ما حصلش. وبينتهي الموضوع هنا لان باتريشا حست ان هي تعبانه وافترضت ان هي حامل، واللي خلاها تروح وتعمل اختبار حمل، وهي عماله تفكر في كل اللي حصل، بس شالت ده من دماغها وكانت مستنيه نتيجه الاختبار. وبتتصدم اكتر لما بتعرف ان هي حامل، وبيقاطع ده جوزها لورين لما بيجي. وبنعرف ان هما منفصلين من وقت الحادثه، فبترجع باتريشا تقول له ان البيت مسكون، وبيرجع لورين يسالها لو كانت بتاخد الادويه بتاعتها، واللي خلى باتريشا تتضايق وتقرر ما تقولش ليه ان هي حامل. فبتروح وبتحكي كل حاجه لصاحبتها اللي قالت لها ان هي ما تعرفش ازاي بقت حامل، وصاحبتها بترجع تقول لها لو كانت على علاقه بحد، وباتريشا بتقول لها لا. وبنشوف باتريشا وهي بتلم الغسيل، بس وهي معديه من ناحيه اوضه ابنها بتسمع صوت غريب، صوت طفل بيعيط، وبتفضل واقفه عشان تسمع، بس الصوت بيقف مره واحده بشكل غريب، واللي خلاها تفضل واقفه ومستنيه تسمع الصوت ده تاني، بس ما بيحصلش حاجه. وبعدها بلحظات بتسمع نفس الصوت تاني، فبتدخل الاوضه، بس المرعب اللي مش بتلاقي حد في الاوضه، وبتدخل وبتبدا
بتتمشى في الاوضه في الوقت اللي كانت خلاص هتتجنن فيه، وبتبدا تفتكر ابنها، ريحته واحساس وجوده، وبتلاقي الجزمه بتاعت ابنها، فبترجع تفتح الصندوق بتاع ابنها وبدات تطلع اللعب بتاعته، بس بتلاقي البيجامه بتاعته واللي كانت غرقانه دم، وبدات تدخل في حاله نفسيه تانية. وفجاه بتبدا تفتكر كل تفاصيل الحادثه وكل تفاصيل اليوم، عشان فجاه تلاقي ايد بتطلع وبتمسك وشها، عشان بعدها بحبه تلاقي نفسها في الجنينه، فبتقوم وبتدخل جوه وهي بتنفض نفسها، وكانت مرعوبه من كل اللي بيحصل لها. بس بيقطع ده بان بنتها بتوصل البيت، وبنروح لبالليل تاني واحنا بنشوف باتريشا نايمه، بس بيحصل زي كل يوم نفس الرعشه ونفس الكوابيس، بس المره دي كانت بتحلم بانها بتفتح باب لونه اخضر في احمر، وبتلاقي بنتها واقفه فيه لابسه نفس الماسك، وبعدها بلحظات بنتها بتصرخ عشان لما تفوق من الحلم تلاقي ايد بتقرب منها، وبنعرف ان هي ما كانتش قادره تتحرك، بس بيقطع ده ايد تانيه بتيجي تلمسها، وبيكون واضح ان باتريشا مش قادره تاخد اي رد فعل، فبتصرخ وبتصحى، وفضلت تصرخ وتتحرك في المكان لحد ما بنتها جت وهي بتجري بسبب صوتها، ولما قربت منها هديت باتريشا، وبيرجعوا يناموا جنب بعض لان بنفهم ان هي خوفت بنتها هي كمان. وتاني يوم بتشوف باتريشا وهي بتعمل الفطار وبتكلموا هما الاثنين عن روتينهم، لحد ما بيجي التليفون لباتريشا من صاحبتها، واللي قالت لها ان في فيديو اتعمل له بابلش على الفيسبوك، بخلاف ان الفيديو ده بقى ترند دلوقتي. ولما بنشوف الفيديو بنعرف ان الفيديو ده وقت ما كانت نايمه وحلمت بكابوس، وطبعا بتلوم بنتها على ده، وبنتها قالت لها ده ما حصلش، ورجعت قالت لها ان هي اللي عملت كده، وباتريشا بتتعصب وبترمي الطبق اللي كان فيه فطارها، وبترجع تاني تلمه، بس وهي بتنظف مكان الاكل بتلاقي صوره لابنها وبنتها، بتروح بعدها عشان تشوف الايميل بتاعها، بتلاقي حد بعت لها فيديو، ومشكله انه كان فيديو ليها وهي بتستحمى، وطبعا راحت على انا وافترضت ان هي اللي عملت كل ده، وخدت موبايلها ورميته في التويليت، وطبعا ضربتها بالقلم، فانا بتروح تكمل رسوماتها الغريبه، بخلاف ان هي كانت بترسم نفس الماسك في النوته بتاعتها. وبتروح تاني يوم وبنشوف باتريشا وهي بتحلم بكابوس تاني، واللي كان الكرسي بيتحرك لوحده، وايد بتخرج من الدولاب، بخلاف ان الباب كان بيتفتح لوحده، وحسيت ان في حد بيمشي في البيت، بس كالعاده باتريشا ما كانتش قادره تتحرك من مكانها، وفجاه بيظهر واحد في اوضتها بيقرب لها وبيقلع الماسك اخيرا، وبيطلع سكينه وبيمشيها على وشها لحد ما بيسمع صوت بنتها انا، وطبعا بيروح لها، وبتصحى باتريشا من النوم بسرعه، ومن غير ما تضيع وقت بتجري على اوضه انا وبتطمن عليها عشان ترجع تسالها لو شافت حد في البيت او سمعت صوت حد، ورجعت تطلب من بنتها تدخل اوضتها وتقفل الباب عليها، وبترجع تفتش البيت كله، بس ما طلعش المره دي كابوس، لما بتلاقي نفس الراجل بيظهر تاني وراها وبيشدها على جوه، وبعدها بتصحى باتريشا بتلاقي نفسها لوحدها، ومن غير ما تضيع وقت بتجري على اوضه انا عشان تلاقيها نايمه كأن ما فيش اي حاجه حصلت، وفهمت ان هي كانت بتهلوس تاني، وبتفتكر ذكرياتها مع جوزها، فبترجع وبتنام جنب بنتها، عشان بعدها بحبه بتصحى مخضوضه وما بتلاقيش بنتها جنبها، والمشكله الاكبر ان هي لما بتشوف الكاميرا بتلاقي نفس الراجل هو اللي اخد انا من على السرير، وبتتصل بالشرطه، وفهمت ان هي ما كانتش بتهلوس، بس فجاه بتسمع صوت بنتها بتنادي عليها من بره، وبتبدا باتريشا تجري ورا الصوت، بس ما كانتش قادره تحدد مكان انا في الوقت اللي بنشوف الراجل ده وهو بياخد بنتها وبيحطها على الارض وبيرفع موبايل، والمشكله انه كان بيكلم واحد بيقول له انه كمل اللي اتطلب منه، وبيرجع يطلب منه يحول له فلوس، وانا بتستغل انشغاله من غير ما تضيع وقت بتبدا تهرب بعيد عنه قدر الامكان، بس الراجل كان بيطاردها، وانا بتتكعبل وبتقع على الارض، وفي نفس الوقت باتريشا وصلت لانا لحد ما بيسمعوا صوت حد بيقرب منهم وفهموا انه الدخيل، فبترجع تغطي بنتها بالطينه وبتغطي نفسها بعدها، وبتدفن نفسها في الارض هي وبنتها، وخطتها بتنجح والراجل مش بيشوفها، وبتجري بعدها ببنتها ناحيه البيت عشان تجيب مفاتيح العربيه، وبترجع باتريشا تطلب من انا ان هي تتصل بلورين، واتصل بيه بس لورين ما ردش على التليفون في الوقت اللي كان الراجل بيدور عليهم، بس وهي بتحاول تتصل بيه تاني بيهاجم باتريشا وبيوقعها برضه على الارض وبيغمى عليها، وبترجع باتريشا تهلوس تاني بابنها، بس لما بتصحى بتلاقي نفسها متكتفه في السرير، والغريب هنا ان لورين بيجي وبيفكها، وبترجع باتريشا تصرخ فيه وتقول له يروح يدور على انا، بس المرعب انه بيقرب لها بطريقه غريبه، وبيبدا يلومها على وفاه ابنهم، بخلاف انه قال لها ان بنته حالها احسن معاه، وان المفروض بنتهم تكون بعيده عنها قدر الامكان، وبترجع باتريشا تفتكر الحادثه، وبنشوف لورين وهو نايم، وباتريشا نامت هي كمان، بس فجاه لورين بيصحى وبيحاول يفادي الحادثه، بس بخلاف كل ده العربيه برضه بتتخبط، وبنشوف لورين ان هو بيطلع مسدس وبيقول لها ان هي مش مجنونه، وان فعلا كان في حد في البيت معاها، ورجع قال لها الحد ده كان انا، وانه كان بيحط لها مخدر عشان يخليها تفتكر ان هي بتهلوس، بخلاف انه قال لها انه كان عايز يموتها لما قالت له ان هي حامل، فبتاخد باتريشا سكينه كانت جنبها وبتطعن جوزها بيها، واخدت مسدس وجريت بره الاوضه، وبنفهم ان هي كانت بتدور على انا، وقعدت تدور في البيت كله على بنتها، بس بتلمح الراجل اللي هاجمها وهو قاعد في العربيه، فبتتسحب في الوقت اللي كان هو مش حاسس بوجودها، وقربت له ورفعت المسدس ناحيته، سالته عن انا، ضحك وقال لها ميته، فضربته بالنار عشان تروح وتدور على انا في المخبأ بتاعها، بس بتسمع صوت انا بتعيط، وقعدت تدور عليها حواليها عشان تلاقيها واقفه جنب شجره ومديها ظهرها، بس فجاه لورين بيظهر وبيمسك رجليها وبيشدها وزقته برجليها ومسكت حجر كبير، وهي بتفتكر كل حاجه حصلت معاها، وبترجع ترميه على دماغه، طبعا ده خلاه يموت فورا، وبتروح لبنتها وحضنتها وغمضت عينيها عشان ما تشوفش جثه لورين على الارض، وبترجع تحضنها بعد ما الشرطه وصلت وبتقول لها ان هي بتحبها، ومفيش ثواني وباتريشا بتصحى من النوم بعد كل ده، وبتلاقي لورين جنبها، وبنعرف ان هي كانت بتهلوس كل ده، وان دي ما كانتش اكتر منها الوسع زي اللي كانت بتهلوس بيها قبل كده، وان الراجل اللي دخل بيتهم واقنعه وكل اللي حصل ده ما حصلش، وما كانش اكتر منها الوسع في دماغها، وبنفهم طبعا ان هي على حافه الجنون بس، وبيخلص الفيلم على كده. وما تنساش تعمل اشتراك في القناه عشان تشوف كل جديد.